بيكم كل متابعي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. صديقة من صديقات القناة بعتت تقول: ابني بيشد شعري وبيعضني أثناء الرضاعة ويخربشني كأني حاسة داخلة معركة، مش برضع ابني. ايه الحل؟ بصي بقى، أوقات كتير الأم وهي بترضع بتبقى مشغولة في حاجات كتير قوي غير ابنها، فبتبقى دي طريقة منه للفت الانتباه عشان بيقول لها بصيلي اهتم بيا. طب هنعمل ايه؟ هجيب للطفل لعبة تبقى ملمسها قطني كده، لعبة قطن قماش وقطن كده، ويا سلام لو بتعمل صوت كل ما يحركها. بتبقى دي طريقة حلوة يتلهي بيها او ينشغل بيها اثناء الرضاعة. كمان آه، فكرة انه بيعضك اثناء الرضاعة بمنتهى الهدوء خالص، من غير صريخ او ضرب او عض او خربشة او اي رد فعل من حضرتك خالص. منتهى الهدوء. صباعك الصغير هتدخليه بين الفك ويفتح بقه، وتوقفي الرضاعة لحظة واحدة. انا بقوله ان الفعل ده اللي هو العض بيوقف الرضاعة، فهيبطل يعمله. هو بيعمل كده ليه؟ ساعات بيعملوا كده أثناء التسنين، لأن آلام التسنين بتكون صعبة جدا عليهم، فهو عايز يقولك أنا بتألم. طب أعمل إيه؟ جزر وخيار هنقطعهم كويس ونقشرهم كويس ونحطهم في التلاجة، يبقوا يعني خارجين ساقعين شوية، لأن ده بيهون آلام التسنين. كمان العضادة تبقى مغسولة كويس ومحطوطة في تلاجة، يبقى الملمس الساقع بتاعها بيهون آلام التسنين. كمان في جل في الصيدلية ممكن يساعد الطفل أثناء التسنين. طيب في ايه تاني؟ إيه، أثناء الرضاعة حاولي تحطي طفلك في مكان هادي، مفهوش إضاءة كتير، مفهوش أصوات كتير زحمة حواليه، لأن كل ده بيوتر الطفل، مبقاش عارف يعبر لك عن التوتر اللي جواه غير بالطريقة المزعجة دي. فهدي الأضواء حوالين ابنك، هدي الجو حوالين ابنك. مفيش أصوات مزعجة، ادخلي بيه أوضة هادية، إضاءة خافتة هادية، واقعدي اتكلمي معاه. اقعدي قولي له كلام كويس، اتكلمي معاه فهو فاهم، هو سامع، احكي له حدوته لحد ما يخلص الرضاعة. كل الأمور دي بتساعد وبتهون من عملية الرضاعة، وربنا يوفقكم.